في يعني مس المصحف الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم أنه لا يجوز أن يمس المصحف إلا إذا كان المرء متوضئا، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وطبعا طاهر هنا معناها متوضئ، وليس كما ذهب إليه يعني بعضهم إن طاهر يعني عدم النجاسة حتى لو كان جنبا أو حتى لو كان غير متوضئ. واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وكنت جنبا فانخنست أي أخذت طريقا آخر ثم اغتسلت وجئت، فلما جئت قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت نجسا أو قال كنت جنبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. ليس هو هذا الحديث مش المقصود الطاهر اللي هو غير النجس، وإلا لا يكون الكلام معنى لا يمس القرآن إلا طاهر. إذا كان طاهرا على أي حال سواء كان جنبا أو غير جنب فما معنى الكلام؟ لا، لكن كلمة طاهر هنا معناها المتوضئ، إلا إذا كان عند الإنسان عذر كان فلات ريح ولا يستطيع أن يحتفظ بوضوئه أبدا، فلكل لكل حال لبوسها. وقرأت في بعض الأخبار بسند صحيح إلى الأعمش رحمه الله تعالى أنه كان إذا أراد أن يذكر الله تبارك وتعالى كان يتيمم ثم يقرأ القرآن. فربما كان هذا بالنسبة لأهل الأعذار أولى من أنه هو يمسك المصحف بلا وضوء. والله أعلم.